السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بفيديو جديد، وهي ميزات ما تعرفش عنها اي حاجة في موبايلك. الشركات حطاها زي الشركات الجديدة الريلمي والاوبو والشركات دي. ميزات رهيبة انت ما تعرفش عنها اي حاجة، ممكن تنجيك من اخطار كتيرة وتعرفك إن كان حواليك زلازل او حواليك اي يعني مخاطر. ممكن ان لو فعلت الميزات دي في موبايلك تديك تنبيهات ان في حواليك يعني بيدور اي شيء، حاجات من يعني تنبيهات بتنبهك بخصوص اي حاجة حولك في الجو، في الكوكب نفسه. الموبايل نفسه بينبهك، ولازم تفعل الميزات الرهيبة دي. لازم تفعلها لانها هتنفعك جدا جدا جدا، وهتديك ميزات حلوة في موبايلك، ولازم تفعلها. وما تنساش طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تدعمنا باشتراكك واللايك الجميل. ومتنساش تعليق حلو كده منك يكون كتابي، وتابع معايا. في البداية كده يا شباب هنروح على طول على الخرايط الجي بي اس. هتسحب سحبة لتحت كده وتضغط، تنزل تحت شوية وتروح على الجي بي اس، تضغط عليها بالشكل ده ضغطة مطولة. طبعا هتنزل تحت شوية، هتلاقي طبعا اللي هو استهلاك والكلام تنزل تحت شوية، هتلاقي عندك التنبيهات عن الزلازل. أول اختيار، وهنا تحديد الموقع الجغرافي في حال الطوارئ. لو انت مش عارف تحدد المكان اللي انت فيه ورحت المكان تهت فيه، بتحدد من خلال اختيار تحديد الموقع الجغرافي في حالة الطوارئ، يحدد لك انت فين بالظبط. هنا طبعا مشاركة الموقع الجغرافي، هنا طبعا دقة الموقع الجغرافي، هنا طبعا سجل الموقع الجغرافي. هنا لو ضغطنا على اللي هو التنبيهات عن الزلازل، تمام، بتضغط عليها بالشكل ده بتفعل الميزة دي، ضروري جدا بتفعلها الميزة دي. ولما تكون بتصور فيديو برضو هتديك ايه، تنبيه. ميزة حلوة برضو مش وحشة ان الفيديو هيبدأ معاك. بتفعل هو طبعا بيقول لك ميزة التنبيهات عن الزلازل غير متوفرة الجهاز غير متصل بالانترنت. يعني ده لازم تفعل الانترنت بالشكل بمجرد ما تفعل الانترنت الداتا كده عندك فوق، خلاص الميزة معاك كده اتفعلت معاك. اي حاجة حولك الجهاز بيديلك ايه. طبعا هنا بيجرب، بص بالشكل ده، هنا مشاهدة عرض توضيحي او نصائح حول الامان بشأن الزلزال. تمام. انا لو ضغطنا على كلمة اللي هي بتاعت مشاهدة عرض توضيحي، هيجيب لك طبعا الانذار اللي هو هيجي لك لو في حاجة حولك. تضغط على كلمة مشاهدة هذا بالشكل تمام، هيديك انذار بالشكل وانت كده تمام. طول ما الانترنت متفعل عندك الميزة ديت متفعلة. لو انت طبعا في دولة، ربنا يحفظنا طبعا في مصر، الحمد لله، مصر طبعا ربنا يحفظها. طبعا الكلام ده بيحصل في الدول اللي هي بره، الدول اللي بره، الدول اللي بنسمع عنها اللي دي زلازل والكلام من فالميزة دي هتنفعك جدا وهتفيدك لو انت بره، خارج مصر، في دولة من الدول اللي هي فيها الحاجات دي. وياريت يكون الشرح افادكم واستفدتم. ما تنسوناش طبعا في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.